بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا شباب النهاردة هنبدأ مع بعض فصل جديد وهو الفصل ال11. الفصل ال11 ده وشابتر 11 بيكلمك عن الإيه؟ بيكلمك عن الفيروسات الفيروس. أما نتكلم عن توبركلوزيس وسالمونيلا وبروسيلا ومش عارف ايه والكلام ده كله. قالك هنتكلم بقى عن الإيه؟ عن الفيروسات في الشابتر 11. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده يا شباب مع بعض ونصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يبقى هنتكلم في الشابتر ده، اتفقنا ان احنا هنتكلم عن الايه؟ عن الفيروس، عن الفيروسات. قالك ان الفيروس دي ار smallest infection agent، يعني اصغر العوامل المعدية. الفيروس دي اصغر عامل معدي، يعني ممكن تصاب بفيروس زي مثلا فيروس كورونا، احنا يعتبر الناس كلها كمان اصابت بيه، فده يعتبر من اصغر العوامل الايه؟ المعدية. الوحدة بتاعته او الدايمتر بتاعه، القطر بتاعه قالك من 20 ل 300 نانو متر. انت متخيل نانو متر؟ يعني حاجة كمان تشوفها تحت الميكروسكوب بالعافية. تمام. تمام. قالك contain one kind of nucleic acid، يعني عم يحتوي على نوع واحد من الحمض النووي، يا اما عم يحتوي على RNA يا اما عم يحتوي على DNA. يعني هتقول لي عم يحتوي على DNA و RNA مع بعض؟ لا، هو بيحتوي على نوع واحد من الحمض النووي، يا اما RNA يا اما DNA in their genome، يعني في الجينات بتاعته. تمام. تمام. يبقى الفيروسات دي تعتبر اصغر وحدة انفكشن، يعني اصغر وحدة معدية. الديامتر بتاعها من 20 ل 300 نانو متر، الديامتر من 20 ل 300 نانو متر. تمام. تمام. والفيروسات دي عم توجد بنيوكليتيد اسيد واحد، يعني ايه؟ يعني نوع واحد من الاحماض النووية، اما موجودة بالار ان اي يا اما موجودة بالدي ان اي. تمام. تمام. يعني هتلاقي فيروسات موجودة فيها دي ان ايه بس، وفيروسات موجودة فيها ار ان ايه بس. تمام كده. تمام. نيجي بعد كده قالك النيوكليس اسيد از انكيزد ان بروتين كود، اللي هو قالك ايه؟ الفيروسات ديت او الحمض النووي بتاع الفيروسات دي مغلف بطبقة بروتينية. بروتين كود يعني مغلف بطبقة ايه؟ بروتينية. قالك which may be surrounded by lipid envelope، يعني قالك ممكن تكون محاطة بغلاف دهني. ممكن تكون الطبقة اللي عم تحيط بالنيوكليس اسيد دي بالدي ان ايه او الار ان ايه ممكن تكون ايه؟ ليبيد ايفولف، يعني ايه؟ دهني، محاطة بغلاف دهني. تمام. تمام. قالك the inter infection unit is ايه؟ termed a فيرون، يعني ان لما يطلق على الوحدة المعدية ديت بأكملها اسم فيرون، هي اسمها كده فيرون، عشان كده اتحرفت بعد كده واتسمت فيروس فيروس. يبقى اصلا اسم فيروس ده كان اسمه ايه؟ فيرون، اسمه فيرون. تمام. تمام. يبقى اتفقنا ان الفيروسات دي اصغر وحدة، اللي هي الدايمتر بتاعها من 20 ل 300 نانو متر، واتفقنا ان هي عم تكون في حالة واحدة، يا اما موجودة بالصفات الوراثية بتاعتها، يعني في حالة واحدة، يا اما ار ان ايه يا اما دي ان ايه. تمام. تمام. واتفقنا ان النيوكليس اسيد دوت الدي ان ايه او الار ان ايه اما يحاط ببروتين او ما يحاط بغلاف بروتيني. تمام. تمام. يا ممكن قالك ممكن يكون الغلاف دوت ايه؟ ليبيد، يعني ممكن يكون غلاف دهني. تمام. تمام. قالك الفيروس ار انسيرت زي اكستراسيلر انفايرومنت، يعني الفيروسات دي ممكن تكون موجودة في البيئة بتاعتنا اللي بره، البيئة الخارجية. تمام. ذا ريبليسيت اونلي ان ليفينج سيلز. قالك كلينيكال، يعني مرضيا بتاعها او المرض بتاعها مجموعات موجودة في ايه؟ المرض بتاعها او ان هي موجودة فين؟ في الليفنج سيلز، موجودة في الخلايا الحية فقط، او عم تتكاثر ريبليكيتد، يعني عم تتكاثر في الخلايا الحية فقط. يعني تشوف اي خلايا حية مش ميتة جوه الجسم ودي بتبتدي تتكاثر جواها. تمام. قالك being obligatory intracellular براتيست، يعني قالك كونها طفيليات اجبارية داخل خلايا، عم تخش جوه الخلايا الليفنج الحية، ودي تعتبر طفيليات عم تخش تقتل الخلايا ديت اصلا، دي بتتكاثر براحتها وتتكون براحتها. تمام.
تمام. قال لك ان الفيروس از انفكتد مان، يعني قال لك كان انفكتد مان يعني ممكن تصيب الناس اللي هم البشر، يعني الانيمالز الحيوانات، البكتيريا كمان ممكن تصيب البكتيريا والانسكتس الحشرات اند بلانتس والنباتات. يعني الفيروسات دي ممكن تصيب بشر عادي، ممكن تصيب حيوانات وتصيب البكتيريا وتصيب الانسكتس الحشرات وكمان تصيب النباتات. تمام. تمام. ده بالنسبة للفيروسات. نيجي بقى للكلاسيفيكيشن بتاعتها، التصنيفات بتاعتها. قال لك ممكن نصنف الفيروسات ده على نوعين، يا اما ار ان ايه يا اما دي ان ايه فيروس. احنا قلنا مفيش فيروسات موجود فيها الاتنين، يا اما واحد دي ان ايه يا اما واحد ار ان ايه، ما ينفعش الاتنين مع بعض موجودين في فيروس واحد. تمام. تمام. يبقى قالك عم نصنف معظم الفيروسات دي لايه، لحاجتين، يا اما ار ان ايه فيروس يا اما دي ان ايه فيروس. تمام. قالك الار ان ايه فيروس زي مرض اسمه مرض الايدز او ايدز فيروس او فيروس الايه الايدز. الدي ان ايه فيروس زي الهيباتيتس بي فيروس اللي هو هيباتيتس بي، وده هناخده في الشابتر 12 ان شاء الله. الهيباتيتس ايه بي هناخد الهيباتيتس كله. تمام. في الشابتر ايه 12. تمام. فالار ان ايه فيروس اللي هو ايدز فيروس والدي ان ايه فيروس دول زي ايه، زي الهيباتيتس بي. تمام. تمام. نيجي بعد كده للفيرال ستريتش اللي هو التركيب الفيروسي بتاعه، التركيب الفيروسي بتاع الفيروس. تمام. قال لك ذا فيروس بارتيكولار اللي هو الفيرون دوت، الفيروس ده بيحتوي كونتينت ذا نيوكليك اسيد، عم يحتوي على الايه عم يحتوي على حمض نووي اركولد. قال لك يسمى الفيروس جينوم، يسمى الجينوم الفيروسي. زي كده لما يقول لك الانسان عنده جينوم بشري، الجينوم البشري اللي هو عم يحمل الصفات الوراثيه بتاعته اللي هو التكاثر، اللي هو الجينوم البشري موجود اصلا في السبيرم اللي هو الحيوانات المنويه، فده يعتبر زي الفيروس جينوم اللي هو الجينات الايه او الجينوم الفيروسي. سراوندنج باي بروتين كود، احنا قلنا عما يحاط بغلاف بروتيني. كولد باي ايه، كولد ذا كابسيد، يسمى الكابسيد، يسمى الكابسيد. حط عليها دايره كده او حط تحتها خط. يبقى الفيروس جينوم دوت ماله محاط ببروتين كود، محاط بغلاف بروتيني عما يسمى الكابسيد. يعني الفيروس كود الفيروس جينوم اللي هو الجينوم الفيروسي اما يحاط بايه، كابسيد. تمام. تمام. بغلاف اسمه كابسيد. تمام. قال لك زام فيروس ار انفيلوبد ويل ايه والاذر ار نيجد، يعني في شويه فيروسات كتيره. قال لك فيروس ار انفولفد يعني ما يتم تغليف الفيروسات بايه باخرين، يعني ممكن فيروس يتطفل على التاني عشان يبتدي يحاوطه من بره. تمام. تمام. بعد كده جالك الكالتيفيشن اوف الفيروس اللي هو زراعة الفيروسات دي. الكالتشرال اوف الفيروس الميديا بتاعتها اللي هو الوسط بتاعها، يعني ليفنج سيلز اللي هو عم تعيش جوه الخلايا. جالك عم تشمل عم تشمل امبرونيت تشيكن ايجز اللي هو موجودة في بيض الدجاج الجيني، والتيشو كالتشرال اللي هو زراعة الأنسجة، والانيمال انكوليشن اللي هو تلقيح الحيوانات. يعني الكالتشرال الميديا ديت بتاع الفيروسات او الليفنج سيلز موجوده فين؟ قالك موجوده في بيض الدجاج الجيني، وموجوده في التيشو كالتشرال اللي هو الزراعه الانسجه، وموجود في الايه في الانيمال اللي هو التلقيح بتاع الحيوانات، الانكوليشن اللي هو تلقيح الحيوانات. تمام. تمام. نيجي بعد كده للفيروس الفيروس ايه، الفيروس ريبليكيشن اللي هو التكاثر بتاعه او النسخ المتماثل بتاع الفيروسات. تمام. تمام. قال لك الفيروس مالتبلاي اون ان ليفنج سيلز، لسه عمال نقول ونكرر فيها ان الفيروس عم يتكاثر في الليفنج سيلز في الخلايا اللي عايشه دي. تمام. تمام. the host cells must provide the injury and low ايه الميلوكار وايت بايه precursors for the synthesis of a viral protein and nucleic acid. يعني ان الليفنج سيلز ديت اللي عم تعيش فيها الفيروسات لازم توفر الخلية ديت الامدادات للطاقة والوزن الجزيئي بتاع الفيروس عشان يبتدي يصنع الفيروس بالشكل المطلوب. تمام. تمام. يبقى تاني، يبقى الليفنج سيلز دي اللي هو عم يروح لها الفيروس اصلا عم يدور على الليفنج سيلز اللي يكون فيها ايه، يكون فيها طاقة ويكون فيها وزن جزيئي، يعني يكون فيها انرجي طاقة عشان يتكاثر. تمام. ويكون فيها وزن جزيئي منخفض، الوزن بتاعها الجزيئي يكون منخفض عشان يعرف يصنع نفسه بالراحة كده. تمام.
تمام. والبيئة اللي هي تعيش الدي ان ايه بتاعها، سواء كان البيئة اللي تعيش قصدي الجينوم بتاعها، سواء كان دي ان ايه او ار ان ايه يعني. تمام. تمام. نيجي بقى للليبراتوري دايجنوز اوف الفيرال انفكشن، اللي هو التشخيص المختبر للعدوى دي. قال لك الماكروسيبي اللي هو الفحص المجاري، هنحطها تحت الميكروسكوب يعني. تمام. تمام. قال لك يستخدم الكترونيك ميكروسكوب، او يعني الميكروسكوب العادي مش هيشوفها كمان، لان احنا قلنا القطر بتاعها من 20 ل 300 نانومتر. تمام. فهنستخدم هنا الكترونيك ميكروسكوب is used to ديمونستريت الفيروس بارتيكلز، اللي هو عم يستخدم المجهر الالكتروني ده عشان نشوف جزيئات الفيروس. تمام. تمام. واميون فلوراسنت ميكروسكوب، اللي هو المجهر المناعي الفلوري الفلوري، في مجهر اسمه المجهر المناعي الفلوري هو اللي بنستخدمه عشان نكتشف الفيروسات. تمام. تمام. نيجي بعد كده رقم 2. قالك ان الفيروس كالتشرال اللي هو سي اباف، اللي هو اللي فوق، اللي احنا لسه قايلينها، اللي هو ما يعيش في الليفنج سيلز، وعما يروح الخلايا اللي موجود فيها انرجي وانخفاض الجزيء او الوزن الجزيئي. تمام. تمام. الديتكشن اوف الفيروس انتيجين، اللي هو اكتشاف الانتيجينات بتاع الفيروس، يعني بناخد تحليل من الانتيجينات. تمام. is achieved by the الراديو اميونيسي اللي هو الكشف عن مضادات الحيوية عن طريق المقاييس المناعية الإشعاعية. بنعمل إشعاع للمناعة بتاعته، المقاييس بتاعتها نقيس المناعة الإشعاعية بتاعته. تمام. اور انزيم اميونيسي اللي هو الاي اي اللي هو المقاييس المناعية الانزيمية. قالك على سبيل المثال الهيباتيتس انتيجين، اللي هو انتيجين الهيباتيتس، او اللي هو مستضدات الالتهاب الكبدي. يعني يبتدي يسحب الانتيجين من الجسم او من البلاد، ياخد عينه من البلاد فيها انتيجين، يقيس هل في انتيجين كتير، والانتيجين دي رايحه تهاجم عشان نعرف فيه فيروسات ولا لا. تمام. بعد كده قال لك السيرولوجيكال ميثود، اللي هو الطرق المصليه. الطرق المصليه بقى، يعني احنا نديله فاكسين المصل. the produce used are combined in fixation، يعني الاجراءات المستخدمه للتثبيت الفيكسيشن التكميلي، اللي هي indirect influence and enzyme immunity، اللي هو التألق المناعي غير المباشر، والمقاييس المناعية اللي هي indirect اللي هي غير المباشرة. تمام. تمام. اللي هي الفلورس اللي هو الفلور المناعي غير المباشر، والانزيم اميونيسي اللي هو المقاييس المناعية الانزيمية. تمام. رقم 4 تعملها البي سي ار اللي احنا قلناها، اللي هي البلمونري تشين رياكشن، تفاعل البلمرة المتسلسل. تمام. بعد كده التريتمنت والبريفنشن بتاع الفيروسات دي او اصابة بالانفكشن الفيروسية. قالك الانتي فيرال دراج، اللي هو الادويه المضاده للفيروسات، زي على سبيل المثال على سبيل المثال الايمانتادين والاساكلوفير دي اسماء ادويه موجوده في الصيدليات عشان تعالج الفيروسات. تمام. تمام. بعد كده تاني حاجه اللي هي الانترفيرون. تمام. والفيرال فاكسين اللي هي اللقاحات بتاع الفيروسات، زي مثلا هيباتيتس A او B او C. هنشوف الفاكسينات بتاعتها في الفصل 12 ان شاء الله. تمام. تمام. ده بالنسبه للتريتمنت بتاع الفيروس، وده يعتبر فصل الفيروس كامل، سهل وخفيف وبسيط عليكم. ان شاء الله اكون سهلتكم على قد ما اقدر، وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله.